يعني انت عايزه جسم او لايف ستايل صحي لحياتك كلها، رياضه، نوم كويس، شرب ميه كتير. هلو يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين في احسن حال دايما يا رب. فيديو جديد النهارده وموضوع مختلف. هنتكلم النهارده عن ازاي تهتم بنظافتك الشخصيه وجمالك في فتره البريود. ان شاء الله هنقول خطوات كده بسيطه جدا جدا، وهي اصلا اغلبيتكم عارفينها، بس فذكر. تمام. قبل ما نبدا الفيديو بقى، ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين او اول مره تشوفوني، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل حاجه جديده انا بنزلها، وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. اول حاجه وقبل اي روتين بنمشي عليه، المفروض ان احنا يكون عندنا ابلكيشن او تطبيق على الموبايل يساعدنا في ان احنا نحدد ميعاد البريود، ايامها امتى، هتخلص امتى، ميعاد وصولها امتى، علشان نبقى واخدين احتياطاتنا وحذرنا حتى واحنا بره البيت. في ابلكيشن حلو جدا جدا، انا بقالي كتير قوي ماشيه عليه. الابلكيشن ده بيعمل كل حاجه حرفيا، بيعرفك كل حاجه، كل تفاصيل دقيقه عنك، ولما بتقرب بيبلغك او بيديكي تنبيه، لو هي متاخره هيقولك. حرفيا بيبين لك كل حاجه، فقد ايه مهم جدا ان هو يكون عندك حاجه زي كده. تاني حاجه عندنا وهي لازم يكون عندك نوع بيت كويس ترتاحي عليه. عندنا انواع كويسه زي مول بيت، وعندنا صوفيا برضو كويس، بس الانواع البينك اللي هي للبشره الحساسه. حتى لو انت بشرتك مش حساسه، لان الفتره دي انت لو انت بتتحركي كتير او بتشتغلي هتلاقي نفسك في احتكاك، والاحتكاك ده بيعمل التهابات وحاجات من دي مش حلوه. فخلي بالك انواع كويسه. ولو انت مش بتستريحي على الانواع اللي هي زي دي، ممكن تستعملي البامبرز بتاع الاطفال عادي جدا، ما فيهوش اي مشكله، وده اطرى وانعم حاجه لبشرتك ممكن ترتاحي عليها. تالت حاجة، لو انت بره البيت لازم تكوني عاملة احتياطاتك، ويكون معاكي قطعة في الشنطة، بحيث لو اتأخرتي او طولتي بره البيت وحبيتي ان انت تغيري، فما فيش مشكلة يكون معاكي امان يعني. طيب في حد هيجي يسألني دلوقتي ويقولي طب الميعاد المحدد لتغيير البيت دي كل قد ايه؟ يعني نغير كل قد ايه على مدار اليوم؟ هقولك هي بتختلف من شخص لآخر، من بنت للتانية، ملهاش ميعاد محدد. بس يعني في العادي، في المعدل الطبيعي بتاعنا، ان احنا بنغير مثلا مرة بعد ما نصحى من النوم، ومرة واحنا رايحين ننام، ومرة في نص اليوم، يعني مثلا بمعدل 4 ساعات على مدار اليوم. يعني ممكن نغير مثلا 3 مرات. الفترة اللي بيكون عندنا فيها البريود بتكون فترة يعني بالنسبة لنا فيها تقلبات مزاجية وحساسة جدا لينا، وخصوصا للمكان ده. فحاولي ان انتي كل ما تيجي مثلا تدخلي التويليت، معذرة طبعا في الكلام، الفيديو ده يعني انا مؤخراه كتير قوي، بس ده يا جماعة لازم نقول، يعني لازم ننوه وننبه، لان الحاجات دي برضو احنا يعني مهمة عندنا، دي حاجات غريزة ربنا حاططها لنا، فلازم ان احنا يعني ناخد التوعية وناخد النصايح من ناس اخرى، مفيش مشكلة يعني. المفروض اللي هو المكان المثلثة دي، اول ما بنغير البيت بتاعتنا مش بنغير كده وخلاص، لا لازم نغتسل بمية سخنة، مش ميه سخنه ملهلبه، لا ميه دافيه، ان احنا يعني زي حاجه كده، زي ما نغتسل بالميه. تمام. ولو عندك مثلا يعني غسول مهبلي او حاجه، ممكن بس شويه صغيرين في قلب الميه قبل ما تغتسلي بيها. تمام. التنشيف في المنطقه دي مهمه جدا جدا. ولما قصدي تغتسلي، مش قصدي ان انتي المنطقه ذات نفسها اللي بتنزل البريود، لا خالص، انا قصدي حوالين المنطقه، يعني الجلد اللي حوالين المنطقه، علشان ده بيعمل تراكمات وبيعمل ريحه مش لطيفه. فانتي حاولي تحافظي عليها على قد ما تقدري في الفتره دي. مهم جدا ان احنا نلبس ملابس قطنيه واسعه في الفتره دي. هو في العموم اصلا المفروض ملابسنا كلها تكون قطنيه، والتغيير يبقى كل يوم على الملابس القطنيه دي، ما ينفعش اقعد بيها اكتر من يوم واحد بس. مهم برضو ان احنا نشرب مية على قد ما نقدر، علشان نعوض السوائل اللي بتفقد مننا في الفترة دي. هو اصلا في العادي المفروض ان احنا بنشرب مية، بس يعني لو بتشربي يعني كمية قليلة في الايام العادية، لا حاولي تزوديها شوية في الفترة دي، لان في سوائل بتفقد منك. وكمان حاجات دافية كتير على قد ما تقدري، ابعدي بقى عن الحاجات اللي بتساعد على تهتك الرحم، زي مثلا الشوكولاتة، الحاجات الساقعة،
البيبسي، الحاجات دي كلها لا خالص في الفترة دي، ابعدي عنها تماما. الحاجات الحراقة اللي فيها شطة بلاش الحاجات دي. ممكن كمان المشروبات السخنة زي اليانسون، النعناع، الحلبة اكتر حاجة ممكن تقضيلك على المغص. وطبعا في ناس كتير عارفة ان هي ما بتحبهاش، بس هي مهمة جدا والله، ومع الوقت هتتعودي عليها وجسمك هيبدأ يستجيب ليها كعلاج طبيعي بدون اي مسكنات. يا جماعة بلاش مسكنات، وخصوصا لو انتوا بنات. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت المسكنات خطر عليكي كبنت وكسيدة برضو، يعني هي معدتك مش مستحملة، بس كسيدة دي مستبعدة شوية. احنا بنتكلم عن انك لو بنت لسه ما اتجوزتيش، لان يعني عشان خاطر يعني ربنا ما يجيبش حاجة وحشة ما تأثرش معاكي بالسلب بعد كده في موضوع الخلفة، والرحم بيبقى اصلا مش مستحمل في الفترة دي. فحاولي تبعدي عن المسكنات والحاجات. الدواء اللي هو اسمه كاتافاست والكلام ده كله، الكاتافاست ده انا سمعت عنه بلاوي من دكتور، فبلاش منه. هو طعمه اصلا مش حلو ومعرفش، يعني انا اختي بتاخده معرفش بتاخده على اساس ايه، اللي هو ايه مسكن لاي حاجه عموما يعني، بس هو في بنات كتير بتستعمله في نقطه حته البريود دي. فلا انصحك تشربي حاجه سخنه تنامي على بطنك. هاتي مثلا كيس ميه دافيه وحطيه على بطنك ونامي. اتدفي لو انت يعني لو احنا في شتاء، واحنا ان شاء الله داخلين على الشتاء، لازم التدفئه. كل ما جسمك يبقى دافي كل ما الوجع هيقل معاكي. برضو بلاش الفاست فود والاكل السريع ده اللي هو الدليفري والحاجات اللي فيها زيوت مهدرجه. حاولي تاكلي اكل صحي بقى، يعني ماله الرز والخضار، ماله اثر معاكي في ايه؟ نفطر بقى فطار حلو كده، الفطار الصحي المتوازن طبعا اللي كلنا مش بنعمله غير كل فين وفين. وحتى لو اغلبيتنا بنعمل فطار صحي مش بنعمله كل يوم، لا بنعمله يوم و10 لا. يعني مثلا الخضار والرز ايا كان بقى، سبانخ، بسله، الحاجات دي احنا لما بنيجي بنعملها مثلا يوم في الاسبوع، تقعد معانا مثلا الخضار يوم، ممكن يقعد معانا لتاني يوم وخلاص كده شكرا. بقية الاسبوع بقى ايه؟ معجنات بقى ونشويات وحاجات من دي بقى. اخر حاجة بقى، وطبعا اللي كلنا مش بنعملها، وهي الرياضة. الرياضة مهمة جدا جدا، حتى لو هتنزلي تتمشي. بس في الفترة دي البني ادم ما بيبقاش مستحمل اي حاجة مش مستحمل حتى كلمة من اي حد قاعد جنبه يعني. فالرياضة تفضل في البيت، مفيش مشكلة، مش لازم بقى تروحي جيم والكلام ده، لا 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 عادي. حركي ايدك بس كده شوية تمارين بسيطة بايدك، يعني تخلي جسمك يتحرك كده والدموية تتحرك، حتى لو هي متأخرة عليكي هتنزل من كتر حركة الجسم. تمام. الرياضة بتفرق والله في حاجات كتير جدا. جسمك كل ما كان رياضي كل ما يعني كبر السن ده بعد عنك. طبعا بمقابل الاكل الصحي، يعني انت عايزه جسم او لايف ستايل صحي لحياتك كلها، يبقى اكل صحي، رياضه، نوم كويس، شرب ميه كتير، تبعدي عن المنبهات والحاجات دي كلها، وتاخدي فيتامينز. او لو انت الاكل بتاعك فيه حديد بقى وفيتامينز دي، انت مش محتاجه اي ادويه. هو ده اللايف ستايل لحياه صحيه كويسه. تمام كده خلصت معاكم الفيديو. اتمنى يا رب اكون افدتكم، يكون عجبكم. ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس. ولو عجبكم الفيديو النهارده ووصلتوا معايا لحد النقطه دي، انتوا اقوياء، يلا دوسوا لي لايك. مع السلامه.